ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حابة اشارك معاكم معجنات الافران بطريقة سهلة واقتصادية. الباتيه والكرواسون بطريقة سريعة واقتصادية جدا من غير لبن ولا بيض ولا زبدة ولا لبن رايب. ينفع جدا للنوادي والمصايف، وكمان في وقت الصيام في الفطار وفي العشاء. بطريقة سريعة، هي ساعة بالظبط وهتكون جاهز معاكي. هنا عندي كوبايتين ونص دقيق، انا نخلاهم مرتين، وضروري جدا ان احنا ننخل الدقيق كذا مرة. وهنزل عليهم بمعلقة من الخميرة الفورية، وكمان 3 معالق من السكر. انا هحشيها حشوة مسكرة، فهنزل ب3 معالق سكر. لو انتي هتحشيها بالجبن او بحشوات حادقة كفاية معلقة سكر او معلقة ونص، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر. وهقلب المواد الجافة مع بعض، وطبعا ما ننساش رشة الملح. وهبدأ اعجن بقى العجينة بتاعتي. هنا عندي كوباية مية فترة، دي 200 ملي. طبعا حسب ما نوع الدقيق بتاعك بياخد مية. انا عاوزة العجينة دي بتكون بتلزق شوية كده في ايدك، بحيث يعني ان هي تكون طرية وقطنية بعد ما تستوى. وهعجنها. انا استخدمت 200 ملي كلهم، وكمان ربع كوباية زيت نباتي. انا استخدمت زيت عباد شمس، ممكن زيت ذرة، اي زيت نباتي عندك، المهم يكون زيت نوعه كويس وملوش ريحة علشان يدينا نتيجة حلوة. وهنبدأ نعجنها كويس قوي. وكمان حطيت معلقة فانيليا علشان انا هحشيها حشوة مسكرة، فالفانيليا بتديها ريحة حلوة قوي. وهبدأ اعجنها لغاية لما العجينة تلم معانا. اهم حاجة ان هي تكون بتلزق. طبعا العجينة كانت لسه محتاجة مية، زودتها مية. وبعجن بقى فيها لغاية لما تلم معاكي. اول لما ايدي تنضف والطبق بتاع العجين بتاعي ينضف، انا بعرف ان العجينة اتلمت كده كويس واتعجنت كويس. على فكرة انا ما زودتلهاش اي دقيق تاني ولا رشة دقيق واحدة. انا فضلت اعجن فيها لغاية لما العجينة اتلمت معايا والطبق بتاع العجين بتاعي نضف. بعرف ان هي اتعجنت كده كويس. الطبق كأنك غسلتيه بيبقى نضيف جدا معاكي. يبقى العجينة اتلمت واتعجنت معانا كويس. هتزودي بس عجن عليها 5 دقايق كمان عشان تنعم خالص معاكي. وهتسيبيها بقى تخمر حوالي نص ساعة ونبدأ نشتغل فيها. انا هبدأ اقسم العجينة دي على قطعتين عشان نعمل شكل الكرواسون وشكل الباتيه. وهلف كل قطعة لوحدها واغطيها. اغطي القطعة الاولانية اللي انا كورتها لوحدها، لازم نغطيها عشان ما تنشفش باسترتش او باكياس سندوتشات. ونبدأ بقى نفرد العجينة كويس قوي. هنزل بعد ما العجينة اتفردت بسمك رفيع، هنزل عليها بمعلقة من الزيت، معلقة واحدة. وهفردها بالفرشة على العجين. ممكن تحطي مكان الزيت زبدة نباتي، بس انا بحب احط زيت لان احنا عاملينها في البيت بقى، فنعمل بحاجات صحية. علشان احنا بنجيبها اصلا من بره طبيعي، بتكون معمولة بالحاجات النباتية، فاحنا نعملها في البيت. فحطيت زيت عليها، وكمان رشة من النشا عشان برضو التوريق بتاعها يكون حلو معانا. وهنبدأ بقى نقفل العجينة كويس قوي على شكل ظرف، ونرجع نفردها مرة تانية. لو حطيتي زبدة ممكن هتحتاجي ان انتي تسيبيها في التلاجة نص ساعة عشان الزبدة تمسك معاكي في العجين، ما تطلعش منك وانتي بتفرديها. وهبدأ افردها بقى وهقطعها شكل سمبوكسات كده، اللي هي 7 و8، علشان نعملها شكل الكرواسون. طبعا ممكن تستخدميها، يفضل ان انتي تقطعيها بسكينة تكون حامية، او قطعة البيتزا عندك لو حامية استخدميها. انا اعملها بقى شكل 7 و8 كده بالشكل ده علشان يكون شكلها حلو. نحاول نظبطها وهنبدأ نحشيها. انا هنا استخدمت في الحشوة بتاعتي عجينة التمر. ممكن تعمليها بالنوتيلا، تعمليها بجبنة حادقة، اي حشوة انتي تحبيها. بس انا استخدمت عجينة التمر، بتبقى دي اللي كانت عندي بصراحة، وكمان هي بتبقى طعمها حلو قوي فيها. وهنقفلها بقى. واحنا بنقفل نضغط كويس عشان الحشوة بتاعتنا ما تطلعش، وبالذات لو حشياها شوكولاتة او نوتيلا يعني. ونقفل كويس جدا. وهنجيب بقى صاج، انا بكون حاطه عليه ورق زبدة،
وبحط العجينة بتاعتي او الكرواسون على الجهة اللي هي بنقفل منها، علشان واحنا بنحطها في الفرن وبنسويها ما تتفتحش معانا، وكمان في نفس الوقت العجينة بتاعتك ما يطلعش منها الحشو. لو في اي قطعة معاكي شكلها مش حلو، ما انا بركنها وببدأ اعجنها تاني مع باقي العجين، بحيث ان هم يطلعوا معايا كلهم شكلهم مظبوط يعني. وهنبدأ برضو نقفل العجينة التانية، الكرواسون التاني، واحنا بنقفل بنضغط عشان الحشوة ما تطلعش معانا. هنا العجينة التانية اللي كنت كورتها في الاول، برضو نفس الموضوع، نزلت فردتها رفيع ونزلت عليها بمعلقة زيت، وهبدأ برضو افرد الزيت وهحط عليهم رشة النشا. انا هوريكي رشة النشا اللي انا استخدمتها بالمعلقة، يدوب حاجة كده بسيطة بطرف المعلقة، وهفردها على العجينة ونطبقها ظرف، ونبدأ برضو نفردها للمرة التانية علشان نعمل شكل التاني اللي هو شكل الباتيهات بتاعت اللي بنجيبها من الأفران جاهزة. واحنا بنطبق برضو بنديها فرشة كده بالزيت. هنا بقى هنقطعها بشكل شرايح طولية، بحيث ان هي نلفها ونبرمها تكون عاملة زي الباتيه اللي احنا بنجيبه جاهز. وبرضو واحنا بنقفل نحاول نقفل كويس قوي، ونقفل على الجناب بتاعت الباتيهات بتاعتنا علشان الحشوة بتاعتي ما تطلعش واحنا حاطينها في الفرن. وبرضو هبدأ ارصها على الصاج اللي هيدخل الفرن، وهنسيبها ترتاح في الصاج ده حوالي ربع ساعة قبل ما ادخلهم الفرن، او قبل ما احط عليهم اي حاجة من على الوش، بسيبهم ربع ساعة يرتاحوا. هنا بقى كانوا الربع ساعة خلصت، وهبدأ اللي هي تخمر تاني يعني. وهجيب بقى بولة فيها معلقة من العسل الاسود، انا ساعات بحط كمان معلقة نسكافيه بدل العسل الاسود، هي بتدي نفس النتيجة. معلقة عسل اسود وشوية مية صغيرين، وببدأ احط كده بالفرشة على المعجنات بتاعتي، عشان لما تدخل الفرن تكون تاخد لون حلو، وكمان بتاخد طعم حلو. وهدخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. انا بكون مسخنة الفرن ل200 حسب نوع الفرن بتاعك. ولما الجهة اللي تحت تحمر بنفتح عليها الشواية من فوق. وده كان شكلها لما طلعت طرية جدا وهشة وقطنية. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.